السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم عندي في القناة شهوات عائشة. نتمنى يا ربي هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيك بالمذاق الحامض اللي كيجي اكثر من رائع وكيجي زوين بزاف وبنين وغيعجب الناس عشاق الحامض. كيجي كيقلت لكم زوين واقتصادي في نفس الوقت وكيجي بنين. دابا غنقطع طريف باش كتشوفوا كيفاش كيجي. كتجي واحد البنه فيه ما نقولش لكم، كيجي زوين بزاف. ها هو باين لكم كيجي مفشفش وكيجي خاوي. ودابا غادي ندوز نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا غنحتاج كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت معمرش ناقص واحد جوج صبعان. هنايا عندي كاس ديال نص ديال عصير الحامض، نص عصير الحامض ونص ديال الماء، وعندي قشور حامضه وجوج بيضات، جوج خمارات وفاني، وعبره تما جوج كيسان ديال الطحين ورشيشه ديال الملحه. هنايا خديت الخلاط غندير فيه ديك الرشيشه ديال الملحه ضروريه. غندير جوج بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، والبيض الا كان عندكم في الثلاجه جبدوه وديروا كبوا عليه الماء سخون وخليوه شويه. هنا غناخذ واحد الفاني، داك الكاس السكر، الزيت كي قلت لكم النص ديال الكاس ديال الحامض وزدت عليه الماء. دابا غنطرب داكشي صافي. من بعد ما طربته نتوما كتشوفوا درتو في اناء، وغنبقى نزيد الطحين شويه بشويه. كي قلت لكم العبار الكاس بالعنبه جوج كيسان عامرين صافي. كنبقى ندير نطرب، كندير خماره. هاد الكيكات د الحامض كيجيو زوينين، وهذا وقت الحامض استغلوه. صافي زدت الكميه الطحين الاخرى ودرت الخماره. ما ديروش الطحين دفعه واحده، ديروا وخلطوا وشوفوا، حيت الطحين كيتخالف من طحين لطحين. انا باقا خفيفه غنزيد ديك الكميه اللي بقات. خلطوا مزيان مزيان. هذا هو القوام ديالها. هكا خص الكيك يكون ما خفيف ما ثقيل. صافي غادي ناخذ دوك قشور الحامض، غندير غير نص ديالهم، وهذا غادي نخليه من بعد. وغندير هنايا واحد معلقه د الحامض، غير انا هذه عندي صغيره درت جوج، نتوما ديروا غير معلقه واحده ديال الحامض ولا الخل. صافي وكنخلط. صافي هنايا غادي ناخذ المول. خديت هنايا مول طويل اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وكان عندي في المجمد. ضروري هاد المرحله ديروها. هاد المول كنت خديته شحال هادي من بيم، الا عقلتو معايا كنت وريته لكم المشتريات ديال بيم. صراحه كيجيب الكيكه زوينه وخفيفه. صافي هنايا كتهزوا يديكم الفوق، كتخويو الخليط ديالكم مزيان. صافي كنقادو مزيان وغنخبطو باش يخرج منه داك الهواء. كنخبط الكيك صافي وغندخلها للفران، اللي الفران يكون بارد كي تعودتو معايا. وهنايا خرجتها من الفران، هانتوما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وكتجي طالعه. صافي نحيتها. كتحيد الكيكه بكل سهوله من المول، كتجي خاويه ومفشفشه كيبان ليكم، يعني ما كتلصق ما والو. صافي غنخلي الكيكه على جنب وغنوجد الكريمه. خديت هنايا 3 الكيسان ديال الحليب
ما يعادل نص لتر ديال الحليب، واحد الفاني. غناخد هنايا 3 المعالق ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى لكم على حسب الذوق. صافي، وغندير واحد 2 معالق ونص ديال كريم باتيسير، وغناخد واحد نص حامضه وغادي نعصرها. كيف قلت لكم هاد الكريمه د الحامض، وغنزيد قشور الحامض اللي نقصت من الكيك. صافي، وغنخلط مزيان ديك الكريمه البارد. مزيان كنخلطها. صافي، وغنديرها فوق البوطه حتى تعقد ليا. صافي، هنا من بعد ما عقدت ليا الكريمه، كنت خديت انايا هنا المول، غير مسحته ودهنته بشويه ديال الزيت. صافي، وغنخوي فيه ديك الكريمه. كنقادها مزيان مزيان. صافي، وغناخد الكيك وغنديرو على داك الوجه اللي كان من التحت. شوفوا الكيكه كتجي محمره، كتجي غزاله. صافي، وكنضغط عليها، كنضغط عليها حتى الكريمه كتخرج من الجناب كي كتشوفوا في الصوره، يعني باش كتقبط لينا مزيان فيها، وكيجي داك الكيك كامل طالعه عليه الكريمه. صافي، غندخلها للثلاجه تقريبا واحد 2 سوايع على الاقل، ونخليها تبرد. كل ما بردات كل ما كتجي زوينه. صافي، هنايا خرجتها من الثلاجه نتوما كتشوفوا. دابا نديمو ليها من هذا المول. هنا كنضغط عليها على الجناب، كنحيدهم باش كيكون لاصق، باش منين نجي نقلبها تجيني ساهله تعذبنيش. صافي، خديت انا هنا هذا الاناء اللي غنديرها فيه. صافي، وغنقلبها. راه كتحيد بكل سهوله وما كتلصق ما والو. هانتوما كتشوفوا كتجي حتى المنظر ديالها كيجي زوين. هنايا خديت وريقات ديال النعناع وطريفات الحامض اللي غنزين بيهم. وهذا هو الشكل ديالها. كنتمناها تعجبكم، ونتمنى لا فيديو يعجبكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بديك لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده، فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا، الله يخطيكم. ونتمنى تخليو لي ديك لايك باش نزيد نتحفز. راه ملي كنلقى اللايكات ديالكم ونلقى التعاليق كنزيد نحط الوصفات. ودابا كنقول لكم